السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا ان شاء الله نسمع الفيديو ده مع بعض، هنستفاد منه كلنا بإذن الله. نفسك تقوم تصلي الفجر ومش قادر ومش عارف، انا جاي اقول لك على 10 جوائز لما تسمعهم مستحيل تنام الليل او تسيب صلاة الفجر تاني. اول جايزة وهي اغلى وافضل واحلى واجمل من الدنيا وما فيها، قال صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والحديث ده فين؟ في صحيح مسلم. رقم 2، وانت رايح تصلي الفجر هتاخد اجر الحاج المحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة فأجره كأجر الحاج المحرم. رقم 3، لو صليت الفجر مستحيل تدخل النار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والحديث ده فين؟ في صحيح مسلم. رقم 4، لو عايز تبقى في ضمان وأمان وذمة الله عز وجل صلي الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، في أمان وضمان ورعاية رب العالمين. رقم 5، لو عايز تاخد أجر قيام الليل كامل حتى لو أنت نايم، روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله. رقم 6، وبالله عليك استشعر بقلبك الكلمتين دول، عايز تنظر إلى وجه الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني هتبقى رؤية صافية. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والحديث ده فين؟ ده متفق عليه. رقم 7، صلاة الفجر بتشهدها الملائكة. الله عز وجل قال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. رقم 8، ودي بشرى من مين؟ من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد النور التام يوم القيامة. الحديث ده رواه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني. رقم 9، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر ما جلس في مصلاه صلت عليه الملائكة، يعني دعت له بالرحمة والمغفرة، ودول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الحديث ده رواه الإمام أحمد بسند صحيح. رقم 10، ودي آخر حاجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له كأجر حجة وعمرة تامة. فبالله عليك اوعى تكسل انك تقوم تصلي الفجر، غير تبقى سبب ان الفيديو ده يوصل لغيرك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدنا منه كلنا ان شاء الله. السلام عليكم.